يا ترى ايه التمثال الغريب ده؟ وليه هو متكلفت كده؟ وايه اللي هو لفه حوالين نفسه؟ اكيد لما شفناه متكلفت بالشكل ده اول حاجه جت في بالنا البطانيه ال3 طبقات اللي رنين لسه عامله عليها عرض الاسبوع اللي فات، او اللحاف الفايبر مثلا. ولكن ده غلط خالص. الحاجة اللي هو متكلفت بيها دي اسمها العباية الحابكة، وهي كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة، وشفنا تماثيل كتير لابسينها ومتصورين ومنحوتين وهم لابسينها، سيدات ورجال. ولكن أهم مناسبة كان بيتلبس فيها العباية الحابكة دي هو عيد الحب ست. عيد الحب ست ده كان بيقوم الملك بعمل احتفالية كل ما يمر على حكمه 30 سنة، علشان يبين ان هو لسه قوي، مهما كبر في السن يقدر يحكم الدولة اللي هو ماسكها. وده تمثال الملك زوسر وهو لابس العباية الحابكة.